اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مساء الفل، مساء الجميل. وحشتوني كتير كتير. لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو كده ولايك عشان الفيديو يترفع. النهارده هنعمل مدلعه. خلاص، وهي مدلعه مدلعه يعني حاجه كده واو. هنشوف دلوقتي احنا عاملينها ازاي والمقادير بتاعتها ايه. هنجيب بقى الكنافه. انا جايبه الكنافه حطيتها في الفريزر من قبلها بيوم او يومين كمان. هطلعها اكسرها. كيس نص كيلو، تمام. فانا هعمل نص وربع كمان، يعني كيلو الا ربع، تمام. عشان كنت عامله كميه، يعني كنت عامله 25 علبه. هنا كده عملتهم خلاص، كسرتهم. هبتدي احط لهم بقى سمنه، سيح السمنه واحطها لهم. ادعكهم بالسمنه كويس، هو كوبايه سمنه مثلا احطها عليهم وادعكهم كويس وادخلهم الفرن. المهم ان انا كده احط السمنه عليه عشان ادخله الفرن. طبعا بقى تدخل الفرن عينك عليها، يعني انت هتحطيها في الشبكه، تحطيها على الرف بتاع الشبكه ده و180 درجه الحراره، وكل شويه تبصي عليها وتقلبيها لو حسيتي ان هي بتحمر من تحت. عشان تديكي نتيجه حلوه. ممكن تحمريها على البوتاجاز في حله. بس هتاخد سمنه اكتر من كده، يعني هي كده بتاخد سمنه قليل. لو عملتيها في الفرن هتاخد سمنه اكتر من كده. فهنا كده افضل بقى ادعكها كويس بالسمنه وهي كده متكسره وجميله، واسوي بقى الحاجه في الصينيه وادخلها الفرن. انا هنا عايزه ادعكهم كلهم مع بعض عشان يبقوا كلهم نفس كميه السمنه عليهم كله، يعني كل حته كنافه كده، شعرايه كنافه غرقانه بالسمنه وكلهم زي بعض، عشان مفيش حاجه تتحمر وحاجه تتحرق وحاجه تبيض. انتوا فاهمين انتوا الحركات بتاع الكنافه دي في الفرن. يعني اكيد يعني كله جرب وعارف ان ممكن تتحرق شويه، مش عارفه ايه، حاجات زي كده. خلاص، فهدخلها الفرن. دي النتيجه، ما شاء الله طالعه جميله. اكون عامله الشربات، احط لها كوبايه شربات تقيله، واقلبهم كويس واركنهم بقى يبردوا. خلاص، ابتدي بقى اعمل الخلطه اللي انا هحشي بيها او الكريمه. فانا هنا هحط كوبايه كريم شانتيه. هحط لها كريمه لباني، هحط لها مثلا ايه، ربع كوبايه. خلاص، وده 500 ملي لبن، يعني كوبايه كريم شانتيه، ربع كوبايه كريمه لباني بودر برضو، وكوبايه لبن. وابتدي اضرب فيهم. هنا لسه بظبط المقادير بتاعتي. انا عملت كميه اكتر، بس انا بقول لكم يعني على المتوسط اللي انت هتعمليه. لو انت بتعملي كميه على قدك مثلا، لكن انا عامله 25 علبه، لينا وللحبايب وحبايب الحبايب كمان. خلاص، فانا كنت بعمل ايه في وقتها مش عارفه. وهنا كده جبت القشطه، كوبايه قشطه، تمام، على الكميه دي. فانا حطيت كوبايتين، انا كنت عامله كميه كبيره، فانتوا حتى هتشوفوا هتلاقوا البوله مليانه. طبعا بقى واحنا شغالين متنسيش على طول لسانك في ذكر الله دايما. وان شاء الله ربنا ييسر الامور ويسهل كل الناس حالها. اخدت الكريمه، حطيتها في كيس مطبخ عادي، وجبت الحاجات بتاعتي بقى. هنا دي بسبوسه المكرمله اللي انا عاملاها في الفيديو اللي فات، هحط لكم اللينك برده في صندوق الوصف مع المقادير. خلاص، وهنا دي الكنافه اللي احنا حمرناها، والكريمه انا حطاها في كيس وهبتدي اشكل فيها. احط بقى طبقه كنافه، طبقه كريمه، طبقه بسبوسه، طبقة كريمة تاني، وعلى الوش بقى ايه، نوتيلا تسيحيها وحطيها، مربى حليب زي ما عملت. كل واحد حسب هو بيحب ايه. انا بالنسبة لي عملت مربى حليب، خففتها بشوية لبن، تمام، علشان تتفرد معايا على طول، وحطيتها على وش البولة، تمام. بعد كده شكلت عليها بالنوتيلا، حطيت عليها خطوط كده بالنوتيلا، سيحتها برضو وحطيتها خطوط. وما تنسيش لو انتي لسه معايا لحد دلوقتي تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو كده. دي مربة الحليب اللي انا استخدمتها اللي هي المتحدة. هنا حطيت لها لبن، خلصت لبن كتير في اليوم ده على فكرة على الحاجات. هنا دي السمك بتاعها، ابتدي احطها بقى اول ما اقلب كده العلبة الاقيها بتتفرد معايا على طول.
فما شاء الله ما شاء الله، يعني كنت عاملة كمية حلوة. بس قلت اصور معاكم واوريكم كده الشكل ده. جربوها جميلة، يعني ممكن تعملي ربع كيلو كنافة مثلا. ممكن تشتري البسبوسة معمولة، يعني بدل ما تشتري ربع كيلو بسبوسة بقى مع ربع كيلو كنافة، انت اعمليه في البيت وابتدي ظبطي كده واعمليها، تبقى حلوة وولادك يفرحوا بيها وتدفيهم في الشتاء اللي جاية دي علينا. ايه رأيكم؟ انا فنانة، انا فنانة، انفع فنانة تشكيلية باللي انا بعمله ده.